يا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء السعادة والسرور على عيونكم يا طيبين. شلونكم؟ شخباركم؟ رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الجميع، وإن شاء الله رب العالمين يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وإن شاء الله شهر خير ورحمة على الجميع. وخلونا نصلي على الرسول سوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يما فدية الطش والرش، فدية اللي اشتاقت لهم روحي، فدية المشتاقين لي، فدية اللي افتقدوني، اللي تواصلوا وياي. وينك؟ وين هالغيبة؟ عسى المانع خير. يما خير اللي يصيبكم ويسعدكم ربي، ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم من اعزاز قلبكم. ممنونة ومشكورة لكل شخص سأل عني وتواصل وياي على الانستغرام بالواتساب. ممنونة منكم، فديتكم أنا. طبعا سبب غيابي انه انا مريت بفترة انه انا قررت اغلق قناتي، بس ابو زينب، خواتي، امي، يعني اهلي كلهم قالوا لي ليش هاي قناتك تعبت بيها 4 سنين واكثر، هل معقولة بيوم وليلة تغلقينها؟ فبصراحة قلت لهم لا والله، لو ارجع لهم بشي جديد يا اما ما ارجع. بس بصراحة شايفين اللي مضيع له ظنه، شايفين اللي مضيع له عزيز على قلبه. تعودت عليكم قسما بالله، ما قدرت اغيب اكثر من هذا الوقت، فاعذروني، حيل مشتاقة لكم. وتعرفون واحد من يريد شيء يعني يقدم شيء جديد، وبصراحة الوقت ما مساعده. يعني حبيت انه انا ارتب الهول يلا ارجع لكم على رمضان، بس ما صارت. وبصراحة على قولت اللي يقول تأمل خير تلقاه. طبعا انا موجودة على الانستغرام، على الفيسبوك، على التيك توك، بس اليوتيوب شوي انقطعت عنه اللي يريد فيديوهات مدتها طويلة. وانا اتعلق لكم سمجتنا اليوم سمتية، بس يا بنات شلعت قلبي. ليش يا ماسة؟ طبعا هذين السمجات اشتريناهن قبل رمضان، فواحدة شويناها أول ما جبناها، وواحدة هسه هذه، وواحدة بقت في المجمدة. هاي اللي بقت في المجمدة راح أيبسها أسويها تثخانة على العيد إذا الله خلانا عادلين. ما سوي تثخانة، إي والله بنات كلش طيبة، إذا تيبس شوية السمكة يعني ما تكون يابسة كلش، لا ها نص ونص. فهاي سمكة بنات جامدة، وتعرفون ما شاء الله وقت الفطور يركض ركض، طلعتها ما وعدتها ما ماعت. فقدت تعالي إلا خليك بالكاع يلا أسيطر عليك، لأن بصراحة شلعت قلبي. أول سمكة تشلع قلبي. راح تقول ماسة ليش ما شقوها عند أبو السمك؟ والله يا بنات ما أعرف ليش. يعني زوجي العزيز يروح يجيب السمكات بدون تنظيف، بدون ما يقصونهن، يجيبهن إلي بالبيت وينشلع باب قلبي بيهن. والصراحة إذا جمدن، إذا بعدهن تازة فرش لا بصراحة بسرعة، بس إذا جمدن أويل يابه، إذا ما طلعهن يعني بصراحة من وقت. وإذا صارهن فترة بالمجمدة جامدات يعني صارت طابوقة، لا هاي هي. اقروا علي الفاتحة. وين المشتاقين لي؟ وين اللي فاقديني؟ اللي يقولوا لي ماسة، انزل نوفا، الطاقة الإيجابية، السعادة. يوم انتم سعادتي، يوم انتم طاقتي الإيجابية بالله الكريم. من أقرأ الكومنتات مالتكم، يلا تبتوا وجودكم كتبوا لي بالكومنتات ايش قد مشتاقين لي. وبنفس الوقت لا تنسوني من اللايك، اللايك يحفزني ويرفع لي الفيديو. تعرفون صار لي فترة طويلة غايبة، تقريبا أسبوعين لو أكثر. كتبوا لنا نشوف، خلينا نشوف والله يا اللي متابعتني أول بأول شوفني قد غايبة. راح تشوفون هنا بطن السمك قبل تكرمون، واجلكم الله للسبل. ليش يا ماسة؟ حسيت الثروب على المرارة على البطن مالتها، يعني بصراحة ماكو فايدة منها. قلت يلا خلها خلاص. الماي ضعيف، ودائما تجيني أسئلة ليش مايش ضعيف يا ماسة؟ بنات هذا ساكن فوق السطح، شلعان قلب. ثالث ماطور أشتريه بس على مود الماي ما تنسق يقوى ويعطل عندي، فقررت الاستسلام، أظل على هذا الماي ضعيف واسكت لمن الله يفرجها. وعشاق القصص أكيد فيديوهاتنا ما تخلى من القصص. بما أنه إحنا فيديونا سمك الشوي، وسمك الشوي ما يراد له شيء، تعال لكم سالفة إحدى الخوات. واحدة من البنات تقول يا ماسة المشكلة بعد ما أمن لا بأمي ولا بأختي ولا بأقرب شخص إلي، أمن بس برب العالمين سبحانه وتعالى. صديقتنا تقول يا ماسة يا مصيبة المصيبة متكون أميمتك، نبع الحنان أويلي ماكو أحن من الأم. والله يا بنات أنا بهذا رمضان لا طلعت لا مشيت لا اشتريت لا سوقت أي شيء. من رحت لأهلي، هاي طبعا النجانة أخذتها من أمي، عندي هيك سلة مشخال يخبل ستيلي الأصل أخذتها من أمي، ماعين فرفوري يعني سيت بسيتها حطيتها إلي خطية، الدولكة، القلاصات، الاستكاين، الكواب، يعني والله شقلكم تشيلتني تشيل شغلات للمطبخ. قالت هاك تصورين اخذيهن، أنا بين فترة وفترة اشتريتيه ما تطلعين. فالحمد لله اللي عنده أم يا بي مالك الدنيا وما بيه، خاصة مو كل أم أكو أم حنينة، أم تستاهل كلمة من تقولين أمي، تستاهل من أنت تقعدين يم رجليناتها وتمرخيهن وتبوسيهن وتقولين هاي نعمة الله إلي، هي هاي راح تغفر لي بيوم لا ينفع بي لا مال ولا بنون. بس أكو أمهات أويل يابه مكر
كذب، خداع، نميمة، كره المقابل بدون سبب، ورغم هم يعني طالعين من بطنها. فالحمد لله وشكر نقول يا ربي ابعدنا عن هيك ناس سيئين. فصديقتنا تقول أمي هي أميمتي يا ماسة، تقول دائما تجي علي وتردد علي، غير أمي يا عالم أقوم بواجبها وانطيها، وإذا ما عندها مصرف أحط بجزدانها، والأكلة أقسمها بيني وبينها. تقول ذاك اليوم يا ماسة لا صايرة ولا دايرة، اكتشفت أختي بنت أمي وأبوي، أخيتي المطلقة تحكي ويا زوجي. تخبلت إخبال وسودنت ورحت شايطة لأمي. أمي اللي أنا ما صار لي فترة مشيت مدايلتي مالت الذهب دحسها بيتها وقلت هاك يمه بيعيها وروح للطبيب. من جا شكت حالها وقالت يا يمه الوضع تعبان واخوانش ما عندهم، وتدرين بوبوت شنو حالته. يا يمه أنا جايتك ويد أروح للطبيب وما عندي فلس. وبقت تبكي يمي. شت الميدالية وحطيتها بيتها وقلتها هات يا يما روحي بيعيها وروح الطبيبك. غير 5 و10 و25 و50 من غير المصرف الشهري اللي أنا مسويته لها، لأن الله ناعم علي وزوجي عنده خير من الله. المشكلة يا ماسة يقولون تحت أقدام الأمهات الجنة، بس والله مو كل الأمهات. أكو أمهات يستاهلن ماي العين، وأكو أمهات والله حرامات تقولي لها يمه. تفاجأت انه ردت علي قلت شنو صار اللي خلاك شايله موقف من امك. ردت علي وقالت يا ماسة عندي اخت منفصله، وهذه المنفصله تتواصل ويا زوجي وتقط بيه هدايا وذهب وفلوس، وانا يا غافل لك الله. ورغم امي تعرف. شلون اكتشفتي امك تعرف؟ تقول من لزمت رقم اختي على زوجي وتخبلت اخبال وانهارت ودقولت. ومتعرفين اذا زوجتكم مش زوجها يخونها شي يصير بحالها. ماكو مرة أتحداها ما مرت بهاي المرحلة. فانهرت. فملزمت التليفون لقيت رقمها. تخبلت أختي هاي بنت مو بوي. مو هي هاي اللي يقولون إذا ماتت الأمهات دنوا الخالات؟ أشو الخالات دنت قبل لا أموت يا ماسة. المشكلة بس صحصحت وشديت حيلي قبل لبست عباتي وقلت له وديني لأهلي. إذا أشوف الماء تستحي. وصدق يا ماسة دفعت الباب وطبيت بصرخة وحرقت قلب. شقيت ثوبي من الطول للطول ولزمت أختي بعصبية وحركة، وبقيت أضرب بيها وأصرخ بوجهها. ما لقيتي غير رجلي؟ قلت رياجيل بهاي الدنيا؟ حطيتي عينك على رجل أختك؟ صدق ما تستحين وعينك وقحة. تقول جت أمي فكتنا وقالت على كيفك على كيفك، إذا مو أختك تجي الغريبة. تقول هنا يا ماسة والله العظيم قهرت متى تقهر بساعتها. فقدت وبقى جسمي كله يرجف. وقلت لأمي أنت تعرفين بهذا الشيء؟ يعني عندك علم بيه؟ قلت لي إيه عندي علم. تو عندك علم هو ينقل عليها ويجيب؟ قلت لي إيه أخيرا من الغريبة. ليش يروح ينقل حاله وماله للغريبة؟ عاد هاي خيتك فايدتنا بالصغيرة والكبيرة وعايشة ويانا، ليش يصاحب لوحدة غريبة ويظل ينقل عليها؟ شتي ما تفكرين هاي أختك مستحيل تتزوجه، مجرد تخلص وياه وقت وانتي باقية ببيتك معزة مكرمة، وهو شنو تاخذه؟ أنا وياها بالنص. كان مو أمك مو أنا اللي ربيتك وكبرتك. قل هنا صرختها لا أمي ولا أعرفك ولا تعرفيني ما دام ما تحلين وتحرمين. انتي فاهمة ايش جاي تحجين؟ أنا أختها وهذا زوجي، هذا أبو بيتي أبو جهالي، يعني تقبلينها؟ قلت لي ما أقبلها ما بيها شي. شبيها؟ شنو تزوجها علي؟ ايش دخلها لبيتك؟ هاي القاعدة مقابلتني هي. تقول هنا ماسة حسيت بروحي أحكي ويا ناس ما أعرفهم، ناس غربة عني، مو هاي أمي، مو هذا البيت اللي أنا ربيت فيه. طلعت بحرقة قلب. المصيبة اللي هو زوجي اللي هو سندي وخاني ويا أقرب الناس. لو أهلي اللي يعرفون بكل شيء أختار ياه ولا أبقى وياه. وقررت أرجع لبيتي وأقطع صلتي بأهلي. وفعلا يا ماسة طبعا هنا أنا أعتذر عن قطاع القصة. بنات الحشوة مالت السمكة ما سويت لها أي حشوة، بس صوص حتى ينطيها الحموضة وهاي اللمعة واللجعة الطيبة من تاكلوها. ضفت شوية معجون، شوية إذا عندك كاتشب، وإذا ما عندك استخدمي شوية معجون خففيه شوية ماي وشوية زيت وشوية لمندوزي وأكيد دبس الرمان يطلع عندك وشوية كركم. والله بنات الحموضة واللجعة تجنن. نرجع لقصة صديقتنا. تقول اختارت أرجع لبيتي وأعيش ويا هذا الرجل رغم خيانته إلي، بس مو مثل خيانة أمي، مو مثل خيانة أختي اللي ربيت عندهم و24 ساعة تواصلوا وياهم، وإذا صار بيهم شي أول الفازعين إلهم أنا. يا ماسة قررت أقطع علاقتي بيهم خير شر، وزوجي حلف لي وقسم لي إنه بعد ما يكررها، بس أهم شي ما يخرب بيتنا. بنفس الوقت
كل ما أصفن أحس عقلي يوقف. أختي وأمي تعرف وزوجي أقرب الناس إلي، هم اللي خانوني وكسروا قلبي. فما أعرف يا ماسة، جانا رمضان وهالفترة قبل رمضان هو صارت هاي المصيبة. ساعات أقول خاف رب العالمين يعاقبني، وساعات من أذكر وقفة أمي بوجهي وتقول لي أخير من الغريبة. وتعرف بعلاقة زوجي ويا أختي مستحيل أروح بعد وأوصل لعتبة بابهم، مستحيل أتواصل وياهم. قطعت علاقتي من ذاك اليوم لهذا اليوم يا ماسة. وساعة أقول خاف حرام علي، وساعة أقول خاف ترجع المياه المجاريها. وهن ما يستحن رب يسوون بيا هذا الشي يرجع نكرر لنا مرة ومرتين وثلاثة. فيا ماسة أريد نصيحة منكم، أريد نصيحة من متابعينك. أروح وراضي أمي لو أبقى بس بالتليفون أتواصل وياها، ولا أخليهم يجوني ولا أنا أروح لهم؟ يا ريت تنصحوني. طبعا يا حبيباتي هاي قصة صديقتنا، ويا ريت تنصحوها تروح وتطيح تاخذ من خاطر والدتها لو تبقى ببيتها وتتواصل وياها بس عبر التليفون. طبعا قبل أيام أصفح بالتيك توك وشفت حلو منشور يقول لا تأمن لا بحماتك ولا تأمنين بمرة حماك ولا تآمنين بصديقة عمرك ولا تآمنين بأمك إذا تكون أمك ما تصون السر. فما أعرف هذا الشيء حقيقي أو مو حقيقي، كتبوا لنا بالكومنتات خلينا نشوف أمنتوا بشخص وخانكم. أكيد راح أقرأ الكومنتات وأشوف كم وحدة مخذولة من أقرب الناس إلها. فنا حبيباتي ساهمنا وساهمكم ألف عافية، وتقبل الله من عندنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهذا كان فطورنا. قبلها بيوم كنت مسوية تشريب دجاج، بيوم طبعا مرت أصور بس ما أدري راسا فتحت الكام وقمت أصور تشريب دجاج، بس الدجاج مخلص باقي بس التشريب والبوتيته، لأن عندي واحد من ولدي ما ياكل السمك وعندي 2 ما ياكلون اللحم الأحمر بس الدجاج، سبحان الله ما أعرف ليش. فساهمنا وساهمكم ألف عافية وتمنيتكم ويانا، وهذا القاسم الله خير ونعمة. وبنفس الوقت حبيباتي أكلكم أحبكم كلش هواي، وأنتم أخواتي وصديقاتي وأهلي وناسي، وحيل أعتذر منكم والسموحة على تقصيري وياكم وعلى تأخيري تنزيل الفيديوهات، بس إن شاء الله بعد ماكو انقطاع إن شاء الله أبقى دائما على تواصل وياكم، دائما أنشركم فيديوهات اللي يحبها قلبكم، وأكيد ما نقطع فقرات القصص لأن أغلب متابعيني يحبوها. فأنا حبيباتي أقولكم دمتم في حفظ الرحمن، أشوفكم بالفيديو الجديد مع ألف سلامة. بس لا تنسون تابعوني على الانستغرام والفيسبوك والتيك توك، راح أتركن بأول تعليق مثبت حتى من أغيب تلقوني هناك فيديوهات كلش قصيرة وسريعة وسهلة. هاي شنو قد ما مشتاقت لكم حتى الفيديو ما ناوي يخلص. باي باي حبيباتي.